السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. مرحبا بكم في وصفتنا ديال هذا النهار. غادي نحضر واحد الحلوه معلكه بثلاثه ديال المكونات. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحضروا الحلوه ديالنا بواحد الحامضه. غادي نحكوها غير القشره ديالها، ما نوصلوش داك البيض وانما غير داك الصفر ديالها. بعد ما نحكوها غادي ناخذوا الروح ديال الحامض. هذه الا كان عندكم، ما كانش عندكم ممكن تستغناو عليه. غادي ناخذوا 200 غرام ديال السكر. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، ممكن ديروا اكثر ديال السكر. المهم درت 200 غرام. وعندي 3 ديال البيضات اللي خديت غير البياض ديالهم، البياض ديال البيض 3. ومن بعد غادي نبقاو نجمعوا بصفار البيض. غادي نديروا واحد قريصه الملح، وغادي نجيبوا 300 غرام ديال الكوك اللي غنكونوا طحناها. من طبيعه الحال ضروري ما تطحنوها مزيان حتى كتولي تقريبا بحال الدقيق. ومن طبيعه الحال يكون الكوك من نوعيه جيده اللي ما كيكونش ناشف، لان الا كان ناشف ما كتطلعش فيه وصفه مزيانه. وكنضيفوا الكوك بشويه بشويه حتى كنجمعوا داك الخليط ديالنا. ولا لقيناها هي هذيك غنخليوها هكاك. الا لقيناها بقى ناشفه كنبقاو نزيدو في صفار ديال البيض، يعني كنزيدو بصفار بواحد بجوج بثلاثه حتى كتجمع لينا العجينه نهائيا. وكيف ما شفتوا الكوك يعني مطحون مزيان. وعرفتي كتجي هاد الحلوه كتجي معلكه بزاف بزاف بزاف، كتجي رائعه وما فيهاش المكونات بزاف. كيف ما شفتوا فيها غير البيض والكوك والسكر. غادي نضيفوا صفار البيض الاول وحنا كنجمعوا. ملي كديروها كتجمعوها وكتلقاوها باقا مفته، كتزيدوا عاود صفار البيض الاخر حتى كتجمع لينا نهائيا. كنزيدوا الثاني وحنا كنجمعوا. يعني هزات ليا 3 ديال البيضات كاملين بالصفار ديالهم بالبيض ديالهم. من بعد كنجمعوا العجينه ديالنا على هذا الشكل. وغادي ناخذوا واحد الزلافه نديروا فيها شويه ديال المزهر وشويه ديال الماء، وغادي نكوروا كويرات على هذا الشكل بحال غريبه. وكيكونوا حجم واحد، ممكن ديروا فيهم 25 غرام الا بغيتوا تعبروهم بالميزان. الا بغيتوا ديروا عينكم ميزانكم كديروهم قادين على هذا الشكل هذا. وضروري ما كتفزقوا يديكم بشويه ديال الماء والماء ورد المزهر عفوا. يعني خلطنا شويه المزهر وشويه ديال الماء عادي، وكنكركبوهم على هذا الشكل هذا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. وغادي ندخلوهم الفران اللي غادي يكون سخون بطبيعه الحال، درجه حراره عاليه. ولكن ملي كندخلوا الحلوه الفران كنقصوا عليه، كنديروها 170 175 حتى 180. وما كنخليوهاش طيب بزاف لان غير شويه كتماسك لينا وكنخرجوها. لان كتعرفوا غير الكوك والبيض خصنا غير داك البيض يتعقم لينا وصافي. وكنخرجوا الحلوه ديالنا من الفران كيف ما شفتوا، يعني بقات باللون ديالها تقريبا ولكن تماسكات. غادي ناخذوا الشوكولا البيضاء، الشوكولا الابيض. عندي جوج باكيات فيهم 100 غرام، يعني درت 200 غرام. ودائما يكون عندكم الشوكولات بالزيت باش الا احتاجيتوه يعني كتلقاوه موجود. ذوبت الشوكولات غير في الميكروون ودرتو فوق واحد الزلافه اللي درت فيها شويه الماء سخون باش يبقى ليا الشوكولات سخون ما يبردش ليا. وغنضيف له واحد 2 معالق ديال الزيت، الزيت عاديه، معلقات غير صغارين. الا درتو معلقه كبيره كديروا معلقه واحده. وكنخلطوهم مزيان على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنجيبوا الكويرات ديالنا كنفندوهم في الشوكولات، ومن بعد كنفندوهم في الكوك اللي بطبيعه الحال كيبقى عادي، ما كنطحنوه ما والو. الكوك يعني كيف ما كاين هو كنخليوه. كنحاولوا نسقطروها مزيان من الشوكولات وكنديروها في داك الكوك. من بعد ملي كنعمروها بالكوك بحال كنزيدوا نكوروها مزيان باش كيلصق عليها الكوك مزيان باش ما يطيحش. يعني قد ما عمرتوها بالكوك قد ما كيجي المنظر ديالها راقي وزوين. وصافي كنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله ديال الكويرات. وممكن ديروا حتى الشوكولات اكحل، يعني الشوكولات اسود، يعني كيبقى لكم الاختيار. اما الا درتوها في بيض في بيض كتجي في الصراحه روعه وكتجي المنظر ديالها زوين بزاف.
نحاولوا نمرمدوهم بزاف مزيان، يعني حتى كيدخل فيهم الكوك. على هذا الشكل هذا. وكننزلوهم في شي بلاصه وعاود كنكملوا الكميه اللي باقا عندنا. وهاد الطريقه اللي درنا ديال حمام مريم يعني كيبقى لينا الشوكولاط سخون ما كيجمدش لينا وكنخدموا على راحتنا. كنحطوا كنرشوا عليهم الفوق باش ما يلصقش لينا الشوكولاط في اليد، وكيبقاو محافظين على القوام ديالهم ديال الشوكولاط. يعني ما الا بقينا كنهزو كنمرمدو فيهم حتى داك الكوك بحال كيعمر لينا بالشوكولاط. غادي ناخذ واحد بلاستيكه صغيره ولا جيب حلواني ولا كنديروا فيه شويه الشوكولاط وكنعمروا الكويرطات غير في القاع ديالهم بحال هكا باش يتبتوا لينا الكويرات اللي غنحطوا فيهم. هذا غير باش يتبتوا لينا مزيان وصافي. ممكن ما ديروش هاد الطريقه هذه، وانما جاتني طريقه زعما صراحه مزيانه باش كيبقاو ثابتين ما كيطيحوش لينا من الكويرطات. كنحطوهم على هذا الشكل. وكيف ما شفتوا حصلنا على واحد تقريبا شي 36 حبه اللي خرجت ليا. وهذا هو الشكل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الحلوه هذه وتجربوها. نهاركم مبروك ولا امسيتكم سعيده، مع السلامه.